أعلنت الفنانة ميار الببلاوي مقاضاة الفنانة وفاء مكي بعد اتهامها بالكذب، حيث كتبت على حسابها الخاص في فيسبوك منشورا جديدا أعلنت فيه نيتها مقاضاة الفنانة وفاء مكي بعد اتهامها بالكذب في أزمتها معها. وقالت ميار في منشورها: يعني البت مشيت من عند وفاء خلصانة وهي اللي رمتها، واختها هربت تاني يوم، يبقى كلام الشاهد مظبوط يا ناس، ويبقى البنات جولي قبل ما يروحوا عندها. وأضافت: أنا لو كنت قلت اللي كنت فاهماه غلط ساعتها كنت هتحاكم زي الفنانين اللي اتهموا بالشهادة الزور، وفعلا ولا كان كلامي هيقدم ولا هيأخر. طب ليه الست وفاء ما طلبتنيش للشهادة؟ وده اللي اتقال لي، لو محامين وفاء شايفين ان في اي ثغرة كانت طلبتني للشهادة. وبالنسبة لجزئية اني طلعت عينيهم علشان اقول الكلام اللي عندي، فانا قلته بمنتهى الشفافية. هل مطلوب مني ان الف على كل القنوات والمواقع علشان اقول حاجة ولا هي دليل براءة ولا معايا اي دليل خالص؟ ولما شفت التحقيقات وسمعت شاهد العيان ربطت الأحداث وعرفت إن الحمد لله البنات نزلوا من عندي لعند وفاء مش العكس، يعني وقعت التعذيب مؤكدة بعد ما كانوا عندي مش قبل. وبكده يبقى الست مذنبة، والمحكمة والمباحث والطب الشرعي لا غبار عليهم. واختتمت منشورها بالقول: سبحان الله، مش حق وفاء اللي رجع، ده حق البنتين اللي شافوا قمة العذاب وربنا يفكهم من رقبتي. انما الاستاذة وفاء واللي طالعة في كل مكان تشوه صورتي وتبين اني كتمت شهادة كذابة وبيني وبينها القضاء العادل.